أهلا حمود وأهلا بالمشاهدين الكرام. نعود إلى الرياض ونواصل هذه التغطية مع أحد أعلام المشهد الثقافي والإعلامي في المملكة العربية السعودية، الدكتور فهد العرابي الحارثي، رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث. عظم الله أجرك دكتور، أحسن الله عزاءكم. أنت كنت في المشهد الإعلامي كرئيس تحرير، كصحافي، كنت مع القيادة السعودية منذ أكثر من 3 عقود، تواصلت وكنت فاعلا في هذه في الإعلام السعودي والمشهد الثقافي ككل. اليوم نحن في مرحلة جديدة. الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين عرف بحب الإعلام والثقافة وتواصله الدائم. اليوم كيف ترى المشهد في السعودية وأنت قريب إلى هذا المشهد منذ عقود؟ أولا يعني عظم الله أجر الجميع، فقدنا شخصية عظيمة وكبيرة هي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله واسكنه فسيح جناته. و ثانيا الحدث الكبير الآخر الذي تم في هذه البلاد هو أعجبتني تغريدة قريتها في تويتر، واحد كاتبها يقول: نمنا وملكنا عبد الله بن عبد العزيز، صحينا لقينا ملكنا سلمان بن عبد العزيز. دلالة على السلاسة الكبيرة جدا التي تمت في هذا الانتقال في الحكم بين ملكين، دون فوضى ودون ضوضاء أيضا، ودون غلبة إعلامية، ودون يعني هذا أمر مشهود. والحقيقة هذا يدل على حاسمية الأمير سلمان بن عبد العزيز. وأنا قلت في لقاء سابق في أحد القنوات أنه مزاج الملك سلمان هو مزاج حاسم في كثير من الأمور، نظرا للانضباطية التي عرف بها الملك سلمان بن عبد العزيز، واللي عرفناه كل الذي عملوا معه أو على القرب منه يعرفون هذا فيه. أعتقد أن المرحلة القادمة على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج ستكون محكومة بهذا المزاج، مزاج الانضباط والحاسمية في كثير من الأمور التي تتعلق سواء بالتنمية في الداخل أو بعلاقات المملكة العربية السعودية وسياساتها في الخارج، ولا سيما في هذه المرحلة الشديدة التعقيد فيما يتعلق بالأمن الخارجي على وجه الخصوص. التحديات التي تحيط بالمنطقة ككل، منطقة الخليج، التحديات اللي تعرض لها الأمن القومي العربي في عدة مناطق من العالم العربي، هذه الحروب الأهلية في 4 دول عربية: اليمن، العراق، سوريا، ليبيا، والاضطرابات الأخرى التي على مشارفها دول أخرى مثل لبنان والبحرين وغيرها. كل هذه الأشياء الحقيقة تضع الملك سلمان وفريقه في إدارة الحكم أمام مسؤوليات ضخمة وكبيرة جدا. هذا طبعا إذا أضيف إليه التحديات الأخرى اللي هي مثلا ما يحدث الآن من التدخلات الإيرانية في بعض دول الخليج وفي بعض دول العالم العربي ككل. أعتقد أنه نحن مقبلون على مرحلة ليست سهلة. الملك سلمان مقبل على مرحلة فيها كثير من التحديات الإقليمية. هذا على صعيد حتى على مستوى الأمن الداخلي. أنت لاحظ أنه عندك الجنوب مضطرب في اليمن مضطرب في الجنوب، داعش على حدود العراقية السعودية. هناك أيضا مهددات داخلية أمنية في كل يوم. وزارة الداخلية تكشف لنا الغطاء عن كشف خلية أو كشف ناس متعاطفين مع الإرهاب أو ناس يخططون للإرهاب. أعتقد أنه الموضوع على قدر كبير من الأهمية. هذا على صعيد السياسة الخارجية. نعم. والأوضاع الإقليمية. نعم. أنت من داخل المشهد الثقافي والإعلامي وأحد المؤثرين فيه أيضا، كيف تستشرف هذه المرحلة مع الملك سلمان بن عبد العزيز وهو رائد من رواد العمل والدعم لقطاع الثقافة والإعلام؟ من حسن حظي أنه أنا كأي رئيس تحرير آخر من الزملاء الذين رافقنا المرحلة اللي كان فيها الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض، أن كنا قريبين منه، يعني خصوصا الصحف التي كانت تصدر في المنطقة الوسطى. وكان شديد الاهتمام بما تكتبه
هذه الصحف، وشديد الاهتمام بما تكتبه صحف المملكة ككل. هو لديه هذا الاهتمام بالإعلام ولديه هذا الاهتمام بالثقافة. يتمثل اهتمامه بالإعلام مثل ما قلت هو متابعته لكل ما ينشر في الداخل ولكل ما ينشر حتى في الخارج. يفاجئنا أحيانا ببعض الأمور ونحن رؤساء تحرير مفترض فينا أن نكون قرينا كل شيء في ذلك اليوم والمتابعة، فيفاجئنا دائما بأنه هو شاف أشياء نحن ما شفناها. وأيضا الجانب الآخر، الجانب اللي هو يعني مثله على مستوى أكاديمي كرئاسته لدارة الملك عبد العزيز، معروف بحبه للتاريخ وحبه للثقافة بشكل عام، وبالذات خصوصا التاريخ المعاصر على وجه الخصوص. من حسن حظي أيضا أنه أنا يعني أدين للأمير سلمان بأنه هو اللي رشحني لرئاسة تحرير اليمامة، وهو الذي دعمني في حينها، وهو الذي دعمني دعما واضحا وصريحا أعترف له بذلك. وذكرت في كتابي هؤلاء وأنا قصتي مع الأمير مع الملك سلمان في أثناء تولي رئاسة تحرير اليمامة. كان في مواقف كثيرة يبدو لي، في خصوصا وأنت قطعت شوطا طويلا في الإعلام السعودي، بالتأكيد أن كان هناك مواقف مع هذا الرجل الذي كان شديد الاهتمام وشديد المتابعة وشديد الالتصاق بهموم الناس ومعرفته، وبالتالي أيضا تفاعله. ما في شك. أنا أتذكر أنه يعني صادفني الحظ أنه أنا أسافر مع الأمير سلمان مع الملك سلمان في عدة رحلات خارجية له، وخصوصا في بعض زياراته لبعض الدول الخارجية، وخصوصا في الفترة اللي كان هو يرأس فيها معرض المملكة بين الأمس واليوم. وهذا المعرض الذي كان يجول العالم. نعم، وكان هدفه هدف إعلامي صرف بالدرجة الأولى، وكان هو يود أن يتولى، يود أن يقدم المملكة العربية السعودية للعالم على حقيقتها الراهنة. أتذكر من بعض الأشياء اللي تنبع عن بعض جوانب شخصية الأمير سلمان. شوف، على الرغم من حبه للإعلام إلا أني أعتقد ما في رئيس تحرير يزعم بأنه حصل على مقابلة واحدة صحفية مع الأمير سلمان مع الملك سلمان في طوال الفترة هذيك بالكامل، وهو شديد القرب منهم وهو شديد هذا، لكنه لم يكن يعنيه أنه يجمع هؤلاء أو يقيم علاقته معهم لكي يكتبوا مثلا يجرون معه لقاءات ومقابلات، وهذا كان دائما يعزف. تتكلم عن الصعيد العربي والمحلي. أتذكر أنه في لشبونة، نعم، في برشلونة في لما أقيم معرض المملكة بين الأمس واليوم، كان المسؤول عن الوفد الإعلامي في التلفزيون مهتم طبعا بوجود شخصية مثل الأمير سلمان وأخذ لقطات لها وتجذب الإعلام طبعا. صار يأخذها لقطات طبعا. فقال له الملك سلمان قال له لا تركز علي، أنا السعوديين كلهم يعرفوني، وأنا أبيك باعتبارك تلفزيون سعودي إذا بسوي تقارير للتلفزيون السعودي، السعوديين يعرفوني أنا أبيك تركز على الضيوف اللي يجون للمعرض تنقل لقطات منهم. طبعا هو تلقى الرسالة خطأ، تلقى الرسالة أنه يمكن الملك يبغى أو الأمير سلمان في تلك الفترة يعني يقولها من باب التواضع، لكنه يعني مهم أنه هو يعني يخرج في الإعلام وهذا، فأخذ الرسالة خطأ. في اليوم الثاني ركز على الأمير سلمان في حينها، فاضطر الأمير سلمان أن يعفيه من المهمة وأن يطلب إليه مغادرة المعرض. لكنه بعدين طبعا بعد فورة الزعلة والغضب عاد مرة أخرى. لكن أنا ضربت مثال بس أنه يعني كثير من الناس يعتقدون أن القرب من الإعلام هو للشخص نفسه. لم يكن هذا الموضوع أبدا عليه الأمير سلمان. الأمير سلمان لما كان أميرا ولم يكن على شيء من هذا مطلقا. هناك أمثلة كثيرة أو تجارب أنت على علم بها عن الطريقة التي ينسج فيها الملك سلمان علاقاته في الأوساط الإعلامية والثقافية عربيا وإقليميا وأيضا دوليا. يبدو لي أن لديك بعض القصص حول هذه القضية. أنا أتذكر في المناسبات اللي كنا نسافر فيها مع الملك سلمان في أثناء معرض المملكة بين الأمس واليوم أو في بعض المناسبات الأخرى أنه يحرص في الدول أو في المناطق اللي فيها تواجد للإعلام والإعلاميين العرب أن يلتقي فيهم، ينظم معهم لقاءات، يلتقي فيهم ويتحدث معهم عن سياسات المملكة، ويطلب إليهم دائما ترى ويقول لهم أنا لم أحضركم إلى هنا لكي
تكتبون أن التقينا بكرة في صحفكم ولا هذا، أرجوكم لا يتم شيء من هذا. أنا ألتقيكم نتحدث في شؤون العالم العربي، أتحدث في شؤون سياسات المملكة العربية السعودية أيضا، يمكن لكم استفسارات. نعم هذا صحيح. فالملك يعني سلمان حتى في مدينة الرياض على فكرة لما يجي مناسبات ثقافية كبرى مثل الجنادرية مثلا، مثل مناسبات أي مناسبة، جائزة الملك فيصل لما تقام في الرياض، يجي ضيوف مثقفين وعلماء وإعلاميين. من ضمن الأهداف اللي يسعون إليها هو الالتقاء بصديقهم الملك سلمان أو أمير الرياض في ذلك الحين سلمان بن عبد العزيز. ماذا عن المشهد الثقافي الداخلي؟ كان دائما متفاعلا وكان دائما موجودا وحاضرا، له علاقات متجذرة. أذكر في هذا السياق أنه في أحد الوزراء في يوم من الأيام تضايق كثيرا من النقد اللي كان يوجه له ولوزارته، وأنه كان في مناسبة لافتتاح مقر لصحيفة سعودية، وكان الملك سلمان الأمير في حينها طبعا هو ضيف الشرف أو تحت رعايته. فألقى كلمة وقال فيها باعتباري أنا أتكلم عن المناسبة هذه، يقول هو: فأنا أود أن أقول للمسؤولين أن الصحافة والإعلام السعودي يقوم بدوره في الانتقاد ويجب أن ينتقد. إذا كان الكلام الذي تقوله الصحيفة حقيقيا فعليه المسؤول يعني أو الوزير أن يقوم بإصلاحه. إذا كان غير حقيقي فعليه أن يصحح عشان يقول للناس أنه هذا الكلام غير حقيقي. لكنه أن لا يكتبون أو لا تكتب الصحافة هذا كلام، هذا مطلب غير. لما خلص الحفل ونزل تحت التقاها، كان الوزير بالصدفة موجود، قال له: ترى على فكرة كنت أقصدك أنت وأنا أتكلم في الموضوع، لأنه أنت حسيت أنك متضايق مما تكتبه الصحف. هذا دور الصحافة. الصحافة تكتب، إذا كان صحيحا فعليكم إصلاح ما هو موضع النقد، إذا كان غير صحيح قولوا للناس بأن هذا غير صحيح. كان يقول أيضا، ينكت على الصحفيين أنفسهم ويقول: الحين أنتم في صحفكم تنتقدون كل أجهزة الدولة وتنتقدون كل الناس الآخرين غيركم، لكن عندما يوجه لكم النقد أنتم يا تزعلون يا ما تنشرونه، لأنه أمر النشر وعدم النشر بأيديكم. إذا وجه النقد لكم ما تنشرونه، لكن إذا وجه لغيركم أنتم ما شاء الله ما تقصرون تنشرون. يعني يريد أن يقول أنه ليس هناك بعض الأحيان حيادية لدى بعض الإعلاميين. كان يوصينا دائما كرؤساء تحرير وصحفيين، وهذا كان يوصينا دائما بالدقة، تحري الدقة. إذا كان هناك شيء صحيح فلا مشكلة في النشر، إذا كان شيء غير صحيح لابد من تحري الدقة. كيف ترى في المرحلة القادمة حرية التعبير، حرية الطرح الإعلامي، تطور المشهد الإعلامي في السعودية؟ ماذا تقرأ عبر شخصية الملك سلمان؟ أنا أعتقد أن الملك سلمان بحكم علاقة اللي احنا نتحدث عنها منذ قليل واللي يعرفها الجميع بالإعلام وبالثقافة، الفضاء الثقافي ككل يشمل الإعلام وغير الإعلام، أنه سيكون يعني في جانب الحرية المسؤولة، لأنه احنا في تطور المجتمعي اللي نحن فيه اليوم نحتاج إلى ما يسمى بالحرية المسؤولة. الحرية المسؤولة التي تقدر تبعات الكلام الذي يقال. إذا كان الكلام الذي يقال لا يكون له مثلا أضرار جانبية أيا كانت هذه الأضرار، سواء على مستوى السلم الأهلي، على مستوى التضامن المجتمعي، على مستوى طبعا التعرض للثوابت المجتمع السعودي سواء الدينية أو السياسية. أنا أعتقد أنه خير من يتفهم مثل هذه الأمور هو شخصية مثل شخصية الملك سلمان بن عبد العزيز. الملك سلمان أيضا كان قريبا من ملفات أخرى كالتنمية في المملكة العربية السعودية بكافة أنواعها. كيف ترى ما سوف يحدث في عهد الملك سلمان؟ كيف ستتواصل هذه العملية في عهد الملك سلمان؟ الملك سلمان السعوديون وغير السعوديين يعرفون أنه كان له أدوار لما كان أمير الرياض غير أمارة الرياض. الملك سلمان نعرف جميعا أنه كان مستشارا خاصا لجميع الملوك
السعوديين اللي عاصرهم وعمل معهم، وخصوصا الملك فهد. وفترة الملك فهد كانت فترة طويلة، يعني سنين طويلة طبعا. وكان كان الملك سلمان الأمير في حينه هو يعني أكثر الناس قربا لتوجهات الملك فهد ولتوجيهات الملك فهد. وبالتالي كثير من الملفات التنموية في الداخل وحتى بعض الملفات الأخرى كانت توكل للملك سلمان، وكان يقدم فيها الرأي. طبعا مثل ما قلنا باعتباره هو يبتعد عن الإعلام الذي لا لزوم له، فهو يعني ما ناس كثير ما يعرفون القصص هذه. الملك سلمان له دور على فكرة في التنمية الإدارية في المملكة. هو رأس وعدد من اللجان، وصار عضو في عدد من اللجان التي أسهمت في التنمية الإدارية للمملكة، نظام مجلس الشورى، نظام مجلس الوزراء، عدد من الأنظمة، نظام المناطق. كل هذه الأنظمة كان للملك سلمان، نظام الأساسي للحكم. كل هذه الأنظمة والتنمية الإدارية التي شهدتها المملكة كان للأمير سلمان في حينه الملك حاليا دور كبير جدا فيها. كيف نقيم المرحلة القادمة؟ كيف يمكن أن يسهم وصول الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين إلى الحكم في رفع كثير من القوانين والأنظمة الداخلية التي ربما كانت غائبة متأخرة، صعب الوصول إليها؟ طبعا هناك إدراك حقيقي من السعوديين كلهم طبعا، وعلى مقدمة هذا قيادتهم، بأن المملكة العربية السعودية اليوم بحكم موقعها الاقتصادي على مستوى العالم لازم نعرف أنه هي اليوم تحتل الموقع رقم 19 بين الدول العشرين الأكثر قوة اقتصادية في هذا العالم. هي تحتل الموقع الخامس في المساهمة في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي. هي اليوم تحتل موقع مهم جدا على خارطة السياسة العربية والإسلامية. هي تضم المقدسات الإسلامية. هذه الأبعاد التاريخية والحضارية هي لها اليوم في خارج المملكة 150 شابا مبتعثا، 150 ألف شابا مبتعثا. طبعا رجع غير هؤلاء تخرج حوالي 55 ألف شاب من هذه البعثات الخارجية. هذا الحراك التنموي الكبير على المستوى التعليمي، على مستوى الاقتصادي، على مستوى تنامي الثروة السعودية بهذا الشكل، على مستوى الحراك التنموي في العمراني والإنشائي، أعتقد أنه يحتاج إلى كثير من التشريعات التي تنقله إلى مستوى من المستويات اللي يؤدي إلى أن يعطي ثماره الحقيقية. والتشريعات دائما هي حماية للتنمية المستدامة في استمراريتها وفي تعزيزها وفي حمايتها وفي صيانتها. فأعتقد أنه أمام الملك سلمان طبعا مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالتنمية الداخلية على مستوى التشريع والتأصيل لهذا الموقع الذي أصبحت تحتله المملكة العربية السعودية على مستوى العالم. المملكة العربية السعودية على الرغم من انخفاض أسعار البترول اللي نشهده اليوم، إلا أنها مستعدة لتلقي هذه الصدمة لسنوات، لأنه اقتصادها اقتصاد قوي، لأنه احتياطاتها احتياط قوي، بينما هناك دول اليوم تعاني الأمرين من الأضرار التي تصيبها من هذا الموقف. طبعا هذا يعني أنه أنت أمام يعني قوة اقتصادية وقوة تنموية تحتاج بالفعل أن يواكبها تشريعات وقوانين وأنظمة تسهم في صيانة وحماية هذا الموقع اللي أنت تحتاجه. خليجيا وعربيا السنوات الأخيرة يعني حملت الكثير من عدم الاستقرار، محيط العربي مضطرب. كيف يمكن إدارة هذا الملف؟ كيف أن تساهم شخصية الملك سلمان بن عبد العزيز الحاسمة في إدارة هذه الملفات؟ موضوع مرة معقد أنا أعتقد، يعني لأنه مع الأسف الشديد المملكة العربية السعودية مدت يدها أكثر من مرة للمهدد الأساسي في منطقة الخليج، وهي بكل صراحة ووضوح إيران. مع الأسف الشديد لم تصل المملكة العربية السعودية ولا دول الخليج إلى نتيجة
تظل إيران مهدد أساسي للأمن القومي العربي والأمن القومي الخليجي، شئنا أم أبينا. طبعا بعض الناس ينزعج من هذا الكلام، حتى إيران نفسها، وتقول يعني كيف أنا أحتل في مثل هذا الطرح وفي مثل هذه الرؤية الموقع اللي كانت تحتله إسرائيل. نعم أنتم مسلمين ودولة إسلامية وجارة، ونحن نحتفظ لكم بالموقع التاريخي والموقع الحضاري والموقع الروحي، لكن لما تهدد أمني ولما تهدد أمني القومي، مش فقط الخليجي، أمني القومي حتى العربي والسعودي في الداخل، أنا لازم أعتبرك يعني تقف بالنسبة لي في موقف الخصم. أعتقد أنه هذا الملف سيكون ملف معقد، حيقابل الملك سلمان طبعا، وأعتقد أنه لن يكون من السهل التغلب عليه مع وجود التعنت الإيراني. إيران تعتقد اليوم بأنها في أيديها العدد من الأوراق الرابحة وعدد من الأوراق القوية، ويمكن هذا الكلام صحيح في ظل غياب خليجي في الفترة الماضية، في ظل يعني حسابات أخرى يعني ما كانت محسوبة بالشكل الصحيح. لكنه إيران اليوم بصراحة عندها أوراق مهمة في المنطقة، في لبنان، في سوريا، في اليمن، في أكثر من منطقة. لكن ما أعتقد أنها ستذهب أبعد من ذلك، لأنه مثل ما نقول حنا في المثل السعودي بعدين ما دون الحلقة الليلتين. طبعا أعتقد طبعا هذا يزيد الموضوع تعقيد، نعم. يزيده تعقيدا بالتأكيد. لكن ربما أن الإيرانيين مع وجود مرحلة جديدة في الحكم السعودي، نعم دكتور، وملك جديد في الحكم السعودي، ربما أنهم يكون لهم توجه آخر، فيمدون يد يعني صادقة إلى دول الخليج وإلى المملكة العربية السعودية لإصلاح مثل هذه الأوضاع. نعم دكتور فهد العرابي الحارثي، رئيس مركز أسبار الدراسات والبحوث، أشكر لك هذه الإضافات وهذه الاستضافة.